Bismillahirrahmanirrahim. Tüyende müsabıkımızı kevgelerinde olmuşturmaz. Tüyen gelis müsabıkının ki tüyendik türü bolsa, man hadisip katnaşkan okuşla ara ile pırıldıgan müsabık bulup, tüyende avvalmen bu müsabıkının ki bahalı uçlarını tanıştırıp ötsem, vatandaşçı ve sırtında uzun yıllık şeriat ilimlerine müderrislik kılgan peşkadan yetekçi ustazımız Abdü Müjdah'ın kalptim. Darül İman Akademisi, Yusuf Has Hacip Vakfı ve İstikbal Mektebi Katarlık orunlarının kurgucusu ve baş mesulü Mahmud Danıllan. Darül İman Akademisi'nin mesul ustazı, Marmara Üniversitesi Hadis Kesbide Doktorant Havaz Karacı. Tüvende müsabık katlaşılan okuyucumuz İmam Kasani Medresesi okuyucusu Osman Ali. Birinci sualımız. Sınavda kurulma. Ebu Hureyre radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ile eyyul amelu afdal. سئل أي العمل أفضل قال الإيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال الحج قال حج مبرور سنavda kurulma. Ebu Hureyre radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلى. قال الراوي لا أدري أقال سنة أو يوما أو شهرا أو سنة 40 يوما أو شهرا أو سنة. Şimdi sınavda kurulma. En Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma enne Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال والله ما صليتها وتوضأنا لها فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلينا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحجة الوداع استنست الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وأخذ وبلال أخذ بطرف ثوبه.
bizden ahak okuyucumuz Aişe Nur Abdullah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا باثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك أحد أول منك حرصا من لما رأيت من حرصك أسعد الناس بشفاعتي لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله في قلبه أو نفسه من قلبه أو نفسه خالصا من قلبه أو نفسه. Şimdi soralım. Bir dakika. Biz ondan bir kısım arkadaşlar. Bulduk mu? Hadis namına bulduk. En Abi Hureyre radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يدخل غرا فليفعل غرته فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Dördüncü sualımız dikkatli. Hadis namına bulunan ravisinin bayan kısmında İza emmene el-imam fe'emminu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فقولوا فأمن إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فما وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه.
Beşinci sual. Hadisini anlat duruktan. Kitab-ı İman Bab kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eddin el-Nasiha. Hadis Cerir bin Abdullah el-Beceli. Kitab-ı İman Bab kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Eddin el-Nasiha. Hadis Cerir bin Abdullah el-Beceli. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قلت أبايعك يا أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Tövende 100 hadis kudusi türüge katnaşkan okuyucumuz İmam Yemen Halkara Mektebi 5. yıllık okuyucusu İhsan Ahmet. Aleykümselam. Birinci soru, hadisini anlatılan ve tercüme kılın. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal evvelu ma yuhasabu bihil abdu salatuh. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل أكملوا به انظروا إلى عبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. Ebu Hureyre Allah onundan razı olsun Peygamber aleyhisselam şundaq deydi. Kıyamet günü tuncu bulup bendi hesap berdiğan namazdır. Eğer namazını toluq okuyalmağan bolsa Allah Taala bendemnin nefli namazı barmı qaranlar. Eğer nefli namazı bolsa onun ornuğa toluqlanlar deydi. İkinci sual. Hadisini anlat duruktan. En Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Kâle Allah, ana Allah ve ana Rahman. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Üçüncü sual. Hadis anlatılan ravisini bayan kılışmandır. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
Müslüman.